تێزانین کۆ کورجێ بەرێڤە بەربیشامێ هاتن û tên ji bo kar nexweşî û xwendin. Li gel ku rewşa Kurdan gelek xerab û aloza ji hêla aborî ve di xwendinê de jî tizanîngehên rewa ava nebûn û ne jî nexweşxaneyên ku milletberê xwe bide yê di nexweşiyên giran de. Bê siyaseta cuda hişt ku çûn û hatin bi rengekî gelek be. Di nêva şoreşa li Sûriyayê û di encama wêrankirina rejîmê ji bajar û gundan re riyad navbera Şam û Dêrikê de gelek zor e. عاد ششوني مش قامش ودركتن بريمل الشامي بو طبعا ام كتن باسيدا كسي قد باسيدا جي مديتن كسك نهات بو سيراني كسي قد باسيدا جي قشنا نخش بون وطلابي جامعة بون وازيك عالمي كريمل الشامي بو وزن مجبور بانا ازباز روفي هاني دز ندهت مشامي وري زحمتي قلك بريده هبو ري قلكي نخش بو حواجز قلكي هبون ووقتي قد دركبن عالمي جي تفتيش تكن سلاحي واني ملي وانا ابتشتي هاني قلكي زحمتها كسي قد باسيدا كونو زاروك بين او بيرك بين حتى زلامه جي يعني ترسيت كنا دلي واني دا وابخوا ابتشت او فيتشي تخوازن بس Kompaniyên rêwîtiyê hevbeşî zordariyê riyanin lê gelk û gelek bûyer bi serê wan de diqewimên ji gulebaranê pevçûnan te keleşên ku peyda bûyî di riyan de. براستی ام كوكا شركتين نقل نقباء ديريكي وشامي دا ايرو قالك صعوبات هنا نتيجه افضل في امتيدا ونحاول جزان افضل في تشيا شرشا سوريا برينها ام دون عدد رحلتين ما دوزدا سيزار رحله بون ايروج دوزدا سيزار رحله بون درحله ونابنا السيجي نتيجه جارنا اوجي حالك اضطراري دبيسي اوجي افقى نتيجه هقا دبيسي اوج بر ملطيمي شامي ملطيمي كردي شامي قالك باز دا ايرو تشيد فقري دفرا خويا اولكي او رحله ماجي ايش قام شو دركبنجي بكون سي بازر كدج وهر سي باصاجي هر سي باص بلكي نابنا بيسرا كب اما هر باصيدي حمو فالتين قالك يعني رهاتين من الشامي زحفن يعني ام بريد هاتن هشت نه ساعتا ام دقهانا الشامي انها يعني براستيجي ام قالك بريدة ام داخل سبب شيء سبب ام دورياتي هاي دريدة نخيو ام دقنا دورياتنا على ميوانا هداينا ام زانن سنك هنا على منين يعني وطرس هيا تشتيح هيا يعني عالمين نهبيننا حتى ام دقن قالكي نخشي طنبيلي ما قالكي تعبين ريال ما قالكي دور دبي جهه 200 دي رازوريا تفتنا نشنا ميادين جام جميادين ام درقايتنا سلميه يعني قالكي نخشي بوا تا evrê vegerin aram wekberê lê dibin sêwana Sûriyeken û azad û aram de wê evrê bibin şehîdê dîrokek taybet û zor.